سعودي كان موجود في مصر وتحديدا في الصعيد، ماشي في شوارع الصعيد لقى باب بيت من بيوت الصعايدة مفتوح، فقرر ان هو يخش من نفسه كده من غير ما يعرفه ويشوف الناس دي هتكرمه وهتضيفه ولا هيأثروا في ضيافته. تعالوا نشوف ايه اللي حصل معاه. وانا اتمشى في مزارع الصعيد، جيت عند النيل، الله الاجواء حلوه، ولقيت لي حوش، والله الاطفال يخشون هنا، بخش معهم وبشوف يعزموني على شاي ولا لا. الابواب يا جماعه في الارياف وفي الصعيد وفي المراكز لسه بتتساب مفتوحه زي ما هي مش زي ما بيحاولوا يصوروا لنا في الافلام والمسلسلات ان خلاص ما بقاش فيه خير، لكن لسه فيه خير ولسه فيه ابواب بتتساب مفتوحه علشان البلد امن وامان. شوف يعزموني على شاي ولا لا. السلام عليكم. في احد هنا؟ هلا مرحبا. كيف الحال؟ كيف حالك؟ اخوك من السعوديه. يا مرحب يا مرحب. عايز نشرب من عندكم شاي. احلى شاي واحلى قهوه. احلى قعده واحلى ناس واحلى جو من الوش الجميل ده، والله وشك مريح. مرحب يا مرحب. عايز نشرب من عندكم شاي. احلى شاي واحلى قهوه. صدق والله. والله وين نجلس وين نجلس؟ اهلا وسهلا، كيف الحال؟ تفضل يا حبيبي. تفضل. انتم من الصعيد؟ من الصعيد طبعا. يا احلى ناس واجمل ناس واجدع الله ناس. يكرمك، الله الرجوله يكرمك. الصعيد. فوق راسنا، والله فوق راسنا، الله يخليك. والله بجد. لو انت نازل سياحه بلد وخايف من اهلها عمرك ما هتعرف تتبسط معاهم، منين ما بينتهي الخوف بتبدا المتعه. الله شوف الجلسه، بالله شوف الجلسه. حنشرب شاي هنا على النيل. الله احلى شاي، احلى كوبايه شاي بالنعناع. يا سلام يا سلام. هو بيثبت ان التجربه واقعيه لان هو اصلا مع جروب تاني ومع ناس تانيه صعايده برضه قاعدين على البحر بره، وهو سابهم وراح دخل الباب اللي مفتوح لوحده عشان يحقق تجربته، عشان لما يحكي عن حاجه هو عملها بنفسه. الجروب اللي انا معه مرتاحين، يقول ماهر وين راح؟ هم فارشين فرشتهم وجالسين على جال النيل، فانا لقيت الشباب في الحوش وتقهويت معهم، جيبوني رايح لهم. هم هناك تحت الشجره هذه، شوفوا الاجواء كيف، ما شاء الله تبارك الله. قهوتنا وين؟ جاية الله، جاية والله. شوفوا الديره كيف، لوحه فنيه. الخليجيين بشكل عام كلهم على راسنا، لكن السعوديين تحديدا احنا اخوالهم، شاء من شاء وابى من ابى. مقصود هنا ان السعودي هو اكتر واحد المفروض يحس ان هو في بلده لانه هو في بلد اخواله واقع. هتسبحوا في النيل؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة. ولا في استغلال ولا في اي حاجه من اللي بتيجي في الافلام دي، في ضحك ولعب وبلبطه. يلا قول واحد، قول واحد. راحوا عليه حمسين الشباب مبسوطين. شاف مواطن يا خليجي اللي خايف تيجي مصر لغايه النهارده بسبب الافلام والمسلسلات، المتعه اللي انت حارم نفسك منها. والخضرة والوجه الحسن. الوجه الحسن برضه. حبيبي السما والخضره والوجه العسل، الله يبارك لك على مقابلتك، انت بتسد عن كل مصري بمقابلتك الجميله وكرم ضيافتك. ابو عبد الله، هلا والله. كيف الجلسة؟ كيف الجلسة مع اخلاص جدا رائعة. اليوم خلطنا الثقافات كلهم. ما شاء الله. هاي وليد، هلا والله. كيف قهوتنا وامورنا؟ لكم القهوة الحين وتشوفون الشغل العدل. ابو عبد الله مسترخي مبسوط. لا والله انا قاعد احسب حساب حق اللمبي، هو يقول احسب عشان احاسب. يا ليلنا الليلة بلم. ده واقع ودي حقيقه العلاقه ما بين الشعبين. بيتك لو جينا للحساب والله ما تلقى تولع، ممكن املاكك في السعوديه تبيع. هاي سيد قاعد دلوقتي عنده مهمة وطنية، هياخد ابن عمته وهيطلع بيه على حتة جوانية كده في غرب سهيل علشان يخليه يشرب من مية النيل في كوباية علشان تمشي في دمه وتكمل الخطة. انظف مويه النيل، تعال هنا واشرب من مويه النيل عشان ترجع مصر ثاني. هذه المويه، بسم الله الرحمن الرحيم. صافيه بالله، شوف الصفاوه كيف. سحر شوية المية اللي انت شربتهم دول مش هتحس بيه دلوقتي، هتحس بيه وانت بتدافع عن مصر والمصريين اكتر من المصريين نفسهم. وين تشرب من النيل؟ يلا سيد بصراحة بعيد عن اي حاجة ابتسامته جميلة، ابتسامته تفتح النفس كده، والله ما شاء الله عليك. يلا ورينا، ورني يلا يا سيد. ايوه خذ من النيل. شوف يلا اشرب. قول بسم الله. خلص الكاسة، اتحداك تخلصها. ايوه بالعافية. لازم نوصل الفيديو ده لاصحابه والناس اللي قابلتهم والناس اللي ضيفتهم، ونشكرهم على مقابلتهم وعلى كرمهم وعلى بيوتهم المفتوحة للكل. سلم عليه بالنوبي. عارف مين ابوه؟ ها؟ مين ابوه؟ هنا ابويا مولانا، وحشني والله الراجل ده يا جماعة، كنت معاه من كام شتا كده واتبسطت لما شفته دلوقتي بصراحة. انا بسلم عليك. تونا وصلنا جزيرة هيسا
وضيفونا بايش؟ هذه ايش؟ كركديه. كركديه نوبي. ايوه. يا سلام سلم. وين الجبنة؟ مع ساعدوني في إعادة النشر والريبوست. لازم نوصل الصورة الحقيقية للشارع بتاعنا، هي دي الصورة الحقيقية وهم دول أهل مصر الحقيقيين. مش متابعني؟ ماهر اهو. طلع يتابعني. الله ماهر الله السلم. حبيبي. نفضل نعرض المشاهد البسيطة دي عليكم لأن هي دي الحقيقة. البلطجة والسرقة وقلة الأدب اللي بتيجي في الأفلام والمسلسلات دي إحنا بنتفاجئ أصلا من تمثيل المشاهد زيكم بالظبط. الأفلام والمسلسلات لا تمثلنا ولا تمثل الشارع المصري. وعجبك النوع ده من المحتوى وهتساعدني في إعادة النشر والريبوست وإن إحنا نوصل صورتنا الحقيقية وصورة الشارع المصري الحقيقية، أرجوك اعمل لايك وفولو وريبوست وقول لي رأيك في التعليقات واستناني في فيديو جديد. سلام.